السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وفي فيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد كلام بيتقال عن مصر وعن المصريين، وكلام طيب وكلام جميل جدا. لكن إيه هو الكلام ده اللي بيتقال على المصريين من إخواتنا في الوطن العربي؟ تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نسمع الفيديو ده ونرجع تاني. يلا بينا. محروسة كانت وما زالت وستبقى. الأحوال الصور القادمة ليست كما عهدناها، لكن دعوات الطيبين الصادقة تقتل مشاهد الفراغ بترياق الذكرى. النيل بلا زوار يحن إلى قواربه، يحن إلى بسطاء. الفرح معدنهم وحرفتهم. النيل في عز السبات يصيح بما كتبه الأبنودي على ضفافي، بما لحنه بليغ وغناه حليم: سأعيش حتى اللانهاية. قدر القاهرة أن تصمد، أن تقهر كل محنة، كيف لا؟ وهي التي من أجلها قلنا في أزمنة الحرب والسلم، في ظروف الشفاء والمرض، ثمة قاعدة واحدة: إن كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث لنفسك عن قومية أو لغة أخرى. العالم، كل العالم ما زال في مواجهة كورونا. أهلا بكم. هو في حقيقة الأمر عندما نقرأ الاستراتيجية، نقرأ قراءة استراتيجية في القوة المصرية سواء البحرية والبرية بمختلف تشكيلات جيشها المصري، تعتبر واحدة من أقوى الجيوش في العالم، وهي تمثل بهذه القوة صمام أمان الوطن العربي بشكل عام. بالطبع يعني أخذت مصر على أن تقود حماية الأمن والطرق الملاحة البحرية في خليج عدن البحر الأحمر، نظرا لتفوقها وقدراتها في هذا الجانب، وهي قادرة فعلا على الحد أو منع مواصلة. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.